تحدي النكهات بين ليبيا والسعودية. تلاقيت مع صديقاتي سعوديات، بعد ما ضوقونا الجريش السعودي قلت لهم لازم تجربوا العصيدة الليبية. أنا نتحداكم إنه ما فيش شيء زيها، هبل. بس هم صدموني وداروا العريكة مع الرضيف الجنوبي. الله على البنة والصنة، خيال. وإنتم عرفتوا شين الأكلة الليبية اللي يشبه لها العريك السعودي؟ قولوا لي، اكتبوا لي تحت في التعليقات. درت العصيدة وهم موجودين عشان نوريهم الطريقة وياكلوها وهي سخونة. أحلى بهلبة من إنها تبرد وياكلوها مجمدة. تلقوها طريقتي في العصيدة بالتفصيل، أوريدي مدايرتها في فيديو جاب 3 مليون مشاهدة. درنا لهم أجواء ليبية على أصولها مع البسيسة الجبالية بالمكسرات والبخور الليبي. شن اسمه البخور الليبي التقليدي اللي يستخدموا فيه في المناسبات وخصوصي في جياب البيبي، صافوخ حاجة هكي. المهم يهبل وعجبهم هلبة. العريكة السعودية هي دقيق الشعير بس طايب في الفرن، ويحطوا عليه رضيف هو سمن مصنوع في البيت، ويحطوا عليها عسل. حنزل لكم طريقتها بالتفصيل في فيديو تاني. honestly الطعم خيال. أنا حسيتها تشبه هلبة للزميطة الليبية، بس الفرق إنها طايبة في الفرن.